خلص الشوط الاول اهلي زد 1-0 بن شرقي. غلط والله غلط. 1-0 مروان عطيه مش بن شرقي. ايوه بعد تسجيله للجول وشوطه اللي على الواقف بكل هدوء وصياعه الكوره اللي باينه في بن شرقي. انا عارف انك مش مستوعب بن شرقي، مش مستوعب اني بتكلم محلي، بس خلاص بقى، خلاص ننسى الماضي نفكر في اللي جاي. اهلي وزمالك عند محمد حسن هنا، ما تنساش تعمل لنا فولو عشان محمد حسن المحلي واضح. بمناسبه اني ما كنتش بتكلم محلي، بتكلم دوري اسباني دوري انجليزي، الناس اللي متابعاني عارفه ده كويس جدا. نفسي اعرف بس سؤال بسيط، هو انتوا بتتكسفوا تقولوا ان مروان عطيه يلعب على 10 تشاوميني في ريال مدريد و100 جافي في برشلونه؟ هل في شيء بيخلي صناع المحتوى يتكسفوا يقولوا ان لاعب نص ملعب دفاعي هو احسن لاعب في مصر؟ هل ده نوع من انواع التضخيم والتطبيل اللي هم بيبقوا شايفينها كده؟ مثلا لو قالوا على الراجل ده احسن لاعب في مصر، مش احسن لاعب في نص الملعب، مش احسن لاعب في النادي الاهلي، احسن لاعب في مصر. جول بن شرقي، تسديده بن شرقي اللي على الواقف وعدت بين رجلين المدافع وراحت بتروح بكل هدوء في اخر الزاويه كلها كوم، بس استرداد الكوره من مروان عطيه اساسا رايحه بهجمه لزد، فجاه بقت كوره متحوله رايحه على مرماهم. كل ده من واحد قطع الكوره وعدى وراوغ ومررها لواحد واقف في ال 18. ازاي ممكن تكون شايف ان حد سجل جول الاهلي في الشوط الاول غير الراجل ده؟